السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده بقى احنا عاملين مفاجأة لأسرتنا في البيت. طبعا زي دلوقتي في شهر 6 دي كنا متعودين عندنا في اسكندرية ان احنا كلنا موجودين في البحر بقى وبلبطة ودلع ويوم جميل وبنقضي البحر، يعني يوم في البحر جميل جدا. فاحنا بقى النهارده انا وسحر قررنا ان احنا نعمل لأسرتنا مفاجأة فوق السطح ومن اعلى مكان في اسكندرية زي ما انتم شايفين. احنا دلوقتي تقريبا في الدور العشرين، دلوقتي في الدور العشرين احنا، وعامل لهم بقى اجواء جميلة. تعالوا كده نشوف. زي ما انتم شايفين بقى فرش لهم بقى سجادة في الارض ومقعدهم في الارض وجايب لهم ذرة وعامل لهم شواية فحم، وهعمل ذرة النهارده. والمفاجأة بقى الكبيرة، بس ما جبناش فريسك، جبنا طيارة كبيرة هنطيرها دلوقتي وهنفرجكم عليها وهي طايرة في السما فوق. انا اللي عاملها طبعا، وهوريكم كده في الفيديو يعني بقى لقطات كده من وانا عاملها. ده يوسف ولولي حبايبي وام يوسف وحماتي امي التانية طبعا. لولي حبيبتي طبعا يا لولي. يلا بينا بقى عيشوا معانا اليوم الجميل ده. الجو جميل جدا واحنا فوق السطح، مش عايز اقول لكم. وايلين طبعا بنت سحر العسلية بتاعتنا. ويلا بينا بقى نعيش الجو الجميل ونحط بقى الذرة على الشواية. هتاكلنا ذرة؟ هشويلكوا بقى ذرة بقى. بصوا حولت نفسي لبتاع الذرة وعمال اولع في الفحم طلع عين اهلي. وذرة بقى هنشوي بقى، هنعمله بقى كل حاجة. هنعمل كل حاجة قبل بقى ما نطير الطيارة كده نحط لهم الذرة بقى يتشوى كده والدنيا تتظبط زي ما انتوا شايفين. ذرة اهو. حطوا بقى على النار كده ايه. اوعى بقى واحنا بنشوي الذرة بقى. ذرة وانت تقشري الذرة يا لولو زي ما انتوا شايفين بقى كده ايه. يوم جميل بقى. يلا بقى يا جدعان بقى على ما الذرة يستوي كده. طب انا ممكن اعمل لك كده وانت هنطير الطيارة. يلا بينا بقى نطير الطيارة. طبعا ظابطكوا ها، وبطيخ وجبنة وظابط لكم الدنيا اهو. اتفضلوا معانا بقى. يلا بينا بقى اللحظة اللي احنا مستنيينها يا يوسف، الطيارة. هنطير الطيارة دلوقتي بقى. طيرنا الطيارة بعد معاناة. طيارتنا ديت. انا عايزه اطيرها شويه بعد اذنك. ها كلنا هنطيرها يا جماعة، هنطلعها ابعد. طبعا. ام يوسف فقدت زي ما انتوا شايفين معانا خير كتير هنطلعها على الفضاء. ام يوسف فقدت الامل فينا. ايه العيال ملت اصلا خلاص الشمس. احنا خلاص الغروب بس خلاص طيرناها. ايه يلا طيارتنا. بس بدل ما الخيط يتقطع وتروح في السماء. يلا يوسف تعالي. لازم نعرفوا ماما يا جماعه ونفرحوها. تعالي يا لولو امسكي. لازم نفرحوا ماما بطياره. سحر زي ما انتوا شايفين بتطير الطياره فوق السطح. زي ما انتوا شايفين طلعت فوق. اوعوا تنسوا لو عايزين طريقه عمل الطياره زي ما انتوا شايفين. طياره جميله جدا بس عذبتنا انها تطير. طبعا مفيش هوا خالص النهارده. لو طلباتكم زادت في الكومنتات ان انا اعلمكم طريقه عمل الطياره بالظبط زي ما انا عملتها من الالف للياء، سيبولي في الكومنتات وانا اقسم بالله هعمل لكم فيديو مخصوص هعلمكم فيها من ساعه ما هتشتروا البوز بتاعها لحد ما هتطيروها في الجو. ايه محمد بيطير الطياره اخيرا. طيري يا طياره طيري يا. وشوينا ذرة واتاكل يا جماعة، اتاكل الذرة.
طيارتنا دي على فكرة. خلاص يومنا خلص، وكان يوم جميل جدا بجد جدا كان يوم جدا. تحفه. طبعا خلاص المغرب اذن والدنيا ليلت، فقلنا فما ننزل ينفعش بقى إن إحنا نقعد بالعيال. اكتر من كده عشان الاطفال وكده. بس بجد كان يوم جامد. اتبسطنا جدا جدا الحمد لله، وكانت اجواء جميله. نتمنى ان انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا معانا، ويا ريت بقى مستنيين لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله اللي بتسعدنا دايما. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، لو حبيتوا ان انتوا تعرفوا طريقه عمل الطياره اللي احنا طيرناها دي، هعمل لكم فيديو اشرح لكم فيه طريقه عمل الطياره دي من اول، يعني من الالف للياء. هخليكم تعملوها، وهي جميله جدا وبتفرح الاطفال، وكان يوم جميل جدا. باي.